جيش تحرير السودان الآن من مدينة الضرة دامر الحديد والنار في طريقنا إلى تحرير الخرطوم. الخرطوم ستتحرر في الأيام القادمات، والويل للجنجويد أينما حلوا. جيش جوجو SLA SLA مكانات SLA فوق كل القوة خرطوم جوا. جيش تحرير جماهير الشعب السوداني الآن كما ترون المارشال مني أركم الناوي وسيادة الفريق جابر محمد حسب الله، وكذلك الفريق جابر إسحاق علي بدة والمارشال مني أركم الناوي الآن في طريقهم نحو مدينة الخرطوم وكذلك نحو مدينة مدني ودارفور. الآن هؤلاء الأشاوس وهؤلاء الرفاق في طريقهم نحو مدينة الخرطوم. إذن هذه فرصة ثانية لنستمع إلى السيد حاكم إقليم دارفور في كلمة. تفضل السيد حاكم إقليم دارفور. طيب، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في الحقيقة عايشين في الأزمة صعبة جدا، فهذه الأزمة تكمن في الاعتداء على الدولة نفسها واعتداء على حقوق المواطنين وكرامة المواطنين وسيادة الدولة، وكل ذلك طبعا تشهده مناطق كثيرة جدا بدءا من الجنينة، كتم، نيالة، زلنجة، الضعين، مرورا بمناطق مختلفة في كردفان، حتى تجي الأزمة والقمة الأزمة الآن في الجزيرة التي تغتصب النساء وانتهاك الحرمات جميعا واستيلاء على مناطق الناس والممتلكات، وكذلك ما جرى في الخرطوم من استيلاء على المناطق والبيوت وكذلك المؤسسات المدنية واعتداء في الطرق الآمنة التي تسير فيها قوافل الآمنة، قوافل التجارية والقوافل الإنسانية. فكل ذلك في الحقيقة لقد شاهدت الحركة وانتظرت لمدة أكثر من 10 شهور ولم تجد الحلول، وبالتالي يجب أن تساهم في إعادة بيوت الناس، يجب أن تساهم أيضا في إعادة سيادة البلد، وخاصة من الذين يعني في الحقيقة أتوا من الديار المختلفة فاستفزوا يعني حق السوداني واستفزوا الشعب السوداني باغتصاب النساء وباستيلاء على المواقع وعلى البيوت. فكل ذلك كان يعتبر يعني في الحقيقة يعني خرق وأيضا اعتداء على الحرمة وكذلك استفزاز للضمير السوداني. فنحن كحركة تحرير السودان والسودان والسودانيين في الحقيقة بنعتبر أن الذي يموت ويقتل ويغتصب في جنينة هو نفس الشخصية التي يعني الآن تغتصب وتقتل في مدني وفي الجزيرة بصفة عامة. فما عندنا الفرق، وبالذات لما الأجنبي يدخل سواء كان ذلك بإمكانيات أجنبية أو بأشخاص أجانب اللي يجوا يدخلوا في بيوت بتاعت ناس ويجوا يهينوا في أخواتنا. افتكر ده استفزاز كبير جدا، وعلى الشعب السوداني عليهم أن يقاوموا دخول الأجانب وانتهاك الحق البلد بواسطة الأجانب. فلذلك نحن يعني مع أخواتنا الآخرين من القوى المشتركة بنعمل مع بعض من أجل إيقاف مثل هذه الخروقات وإعادة سيادة السودان ووحدة السودان. والسلام عليكم ورحمة الله. SLA في كل مكان، SLA في كل زمان، خادمون هذا المتحرك الذي أطلق عليه متحرك الشهيد عبد الله بكر بشرة. إذن إلى الأمام SLA.